بصوا، بصراحة أنا عايزة بس أقول حاجة أو أشارككوا حاجة. يعني في نوع من من الناس دي بتبان إن هي ناس قوية، ثابتة، بتضحك مع كل اللي حواليها. بس الناس دي بقى جواها تعب كبير قوي محدش شايفه. النوع ده من الناس بجد، مجهودكم اللي انتوا بتعملوه ده ربنا عمره ما هيضيعه أبدا. كل مرة انت حاولتي فيها وشغفك ما كنتيش حاسة بيه، وكل مرة قمتي على الرغم من ان انت تعبانة، وكل مرة طبطبتي على اي حد مع انك انت نفسك كنت محتاجة اللي يطبطب عليكي، على فكرة كل ده محسوب عند ربنا سبحانه وتعالى. ده ربنا سبحانه وتعالى قال يعني ان هو عمره ما بيضيع اجر من احسن عمل. يعني ولا لحظة صبرك، ولا حتى الدمعة المستخبية دي اللي محدش بيشوفها، ولا حتى الكلمة الطيبة اللي بتخرج منك للناس هتضيع. كل ده عند ربنا مكتوب ليك، عمره ما هيضيع ابدا. ده كمان البني ادم اللي بيبقى ثابت حتى وهو تعبان، رغم ان هو تعبان بس ثابت عشان يخبي تعبه عن غيره، ده بقى ليه وزن كبير قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. جماعة احنا كل وقت بجد بنلجأ فيه لربنا سبحانه وتعالى وبنقول له يا رب انا مش قادر وقويني يا رب، ده في حد ذاته عبادة. والله يمكن بنحس ان مثلا النتائج بتاعت كل اللي بيحصل لنا ده متأخرة، او الطريق طويل قوي، بس السعي في حد ذاته ده اجر عظيم قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. ومش بس كده، كمان الصبر اللي احنا فيه ده في حد ذاته أجر عند ربنا سبحانه وتعالى. الثقة في ربنا سبحانه وتعالى هي في حد ذاتها برضو أجر. طمنوا، ربنا عز وجل شايف كل حاجة ومطلع عليها، وهيجبر قلبكم إن شاء الله ويريح قلبكم في الوقت اللي ربنا يأذن بيه. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وشاركوا الفيديو ده لكل حد عايزين تقولوله اطمنوا وتكبروا بخاطره. مع السلامة.